الفترة المفتوحة لسماع صوت السودان يوميا. الإشراف العام والمتابعة حذيفة بن عيسى. الأحباب مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم في سلسلة حلقات برنامج على خفيف على سمعنا صوتك سودان كل الشباب. برنامج على خفيف برنامج توثيقي يوثق لكل الشخصيات الفنية التي قدمت الأغنية السودانية والفن السوداني عموما. إذن على خفيف يحييكم في الإشراف والتنسيق الأستاذة انتصار حسن باب الله، الأستاذ حذيفة آدم عيسى، وفي الإعداد الماحي الطيب. وقبل ما نتعرف بضيف اليوم نمشي الكنترول نستمع للأغنية ونجيكم. فضل المولى زنجار يعد من الرعيل الأول في نشأة موسيقى الحقيبة المعاصرة وتطويرها، وأحد المجددين في فن الغناء السوداني، وقد كان ملحنا ومغنيا وقدم العديد من الأغاني التي لا تزال تردد من قبل فنانين آخرين، ولقب ببلبل السودان. ولد في أم درمان في حي البسطة عام 1910، ودرس الخلوة حتى يحفظ آيات القرآن. تعلم زنجار فن الغناء على يد المطربة رابحة خوجلي الشهيرة برابحة تمتم، وكان بمثابة مساعد لها يحاكي صوتها النسائي، وأعطته أغانيها وألحانها ليقوم بتسجيلها بصوته في اسطوانات في مصر بمساعدة صديقه أحمد ديمتري البازار. إلى جانب الغناء والإنشاد كان زنجار يمارس التلحين والتمثيل المسرحي، حيث أدى أدوارا بطولية في فرقة النادي المسرحية، وقدم على خشبة المسرح عروضا غنائية وأخرى راقصة. كما كان خطاطا يجيد فن الخط العربي، ولاعب كرة قدم، ولعب في نادي الهلال السوداني العريق. وعرف أيضا باطلاعه الواسع وإلمامه الثقافي ومعلوماته العامة، وقد ساعدته كل هذه المواهب في اختياره للكلمة الجميلة والموضوع الجيد واللحن المناسب لأعماله الغنائية. ما خليت لي نصيب على البكاء والنحيب. كان أثر ذنقار واضحا في تطوير لونية إيقاع التمتم،
والارتقاء بها من حيث الشكل والموضوع. فبعد أن كانت تصنف ضمن الغناء السوقي والرديء والهابط الذي يقدم الحفلات، تحولت إلى أغاني ذات مغزى لها مكانتها في فن الحقيبة. فبادر بعض الشعراء ومن بينهم سيد عبد العزيز وعبد القادر تلودي وأحمد إبراهيم فلاح وعبيد عبد الرحمن وعبد الرحمن الريح والجاقري بتنظيم قصائد غنائية على وزن إيقاع التمتم قدموها لزنجار. وقد حققت بعض هذه الأعمال نجاحا ولا يزال تردد إلى يومنا هذا من قبل فنانين كبار وآخرين ناشئين، وأصبح يشكل مادة تدرس في علوم الموسيقى. ومن تلك الأعمال أغنيات سوداني الجوا وجداني بريدو، وحبيبي غاب في موضع الجمال بلاقيه، والإنسان الرايق النحسان، وسمير مرسوم في ضميري. وقدم زنجار معظم أغانيه بالصوت الرخيم بطريقة الجواب والقرار. ومن أشهر أغانيه التي تغنى بها على هذا الموال أغنية السوداني الجوا وجداني بريدو. ولكن قدم أيضا أعمال غنائية بصوت القرار الغليظ، ثم غنى بصوته الوسط الذي سجل به أغنية يا شباب النيل. وتعدد الآراء حول اختيار زنجار إلى أداء أغنياته بصوت جواب القرار، ففي حين يذهب البعض إلى معلمته رابحة التمتم، وقد أثرت عليه بصوتها النسائي وبتقليده لأغانيها. يعتقد البعض ومن بينهم الدكتور السرقدور أن سبب اختيار زنجار لأداء أغنياته بهذا الصوت هو نجاحه في تقليد الصوت النسائي، والذي برز عند اختاره الشاعر سيد عبد العزيز للمشاركة في مسرحية بدور نسائي في إحدى مسرحياته الشعرية، وذلك لتعذر مشاركة النساء على خشبة المسرح في ذلك الزمان. حبيبي أنا في موضع الجمال بلاقي لا حبيبي أنا في موضع الجمال بلاقي معناه الدور بلاقي في ضوء البدر بلاقيها في ليلة البدر بلاقيها في موضع الجمال ده حبيبي غاب في موضع الجمال بلاقي. أغنيات وتسجيلات سوداني الجوا وجداني بريدو، وهي من أغاني إيقاع التمتم حبيبي بيك ليلتنا ليلة، وقد غناها بصوته الغليظ وكلماتها من تأليف الشاعر سيد عبد العزيز. حبيبي غاب في موضع الجمال بلاقيه من الأغاني التي كثر ترديدها من فنانين آخرين. يا عروس الروض يا ذات الجمال للشاعر الياس فرحات، وتغنى بها فيما بعد الفنان الكبير عبد العزيز محمد داود. إيه يا مولاي غناها زنجار بمشاركة الفنان حسن الزبير والموسيقار إسماعيل عبد المعين، وتم تسجيلها في القاهرة عام 1938 من قبل تسجيلات ميشان وبمصاحبة الكورس وآلة العود، وتغنى بها لاحقا الفنان خضر بشير. منظف نفسك يا القطار أداها زنجار بمصاحبة آلة الكمان السير عبد الله، والإيقاع حسن زبي، والكورس سيد حجازي. هوي يا ليلى قام بتسجيلها في شركة ميشان بمصر في عام 1937، وتعتبر من أغاني إيقاعات التمتم. يا شباب النيل غناها بمصاحبة الكورس سيد حجازي وآلة الكمان الموسيقار السير عبد الله، وتم إنتاج الأسطوانة وتسجيلها عام 1939 في سوريا من قبل شركة ميشان المصرية. Thank you.
ما خليت لي نصيب غير البكاء والنحيب والحبيب. الأغنية الشهيرة الله فوق زوزو اشتهر بها زنجار وتغنى بها فيما بعد الفنان خضير بشير، وتعود قصتها إلى فترة وجود زنجار بالقاهرة لتسجيل أسطوانات، حيث استضافته الممثلة المصرية زوزو ماضي في صالونها مع مجموعة من الفنانين، وطلب من زنجار أن يقدم بعض أغنياته التي طلبت لها زوزو، وبدأت بالرقص، وأضاف زنجار وبشكل تلقائي كوبليه من عنده، وأخذ يردد مغنيا الله فوق زوزو يا حلا زوزو. يا حلا زوزو الله فوق زوزو توفي فضل المولى زنجار بمستشفى أم درمان عام 1951 بحي العرب جوار سوق أم درمان، له الرحمة والمغفرة. أخيرا نشكر كل الشعراء والفنانين الذين قدموا ووثقوا للأغنية السودانية وحافظوا عليها. إذن في الختام هي تحايا الأستاذة انتصار حسن باب الله والأستاذ حذيفة آدم عيسى في الإشراف العام، وفي الإعداد الماحي الطيب، وخالص تحاياي سالم إبراهيم. وفي الختام هنسمع أغنية التراث السوداني الشهيرة دودوبية اللوري تغنى بها زنجار، وهنستمع إليها بصوت الأستاذة الفنانة هبة الأمير. إلى اللقاء في توثيق آخر.